هذا كويس. هات في كمان واحدة زي هاي هات زي فرد العقل فرد كويس. هذا زيارة عنده صندنكر. إذا مش عندي هذا من غيري. ماشي. بالعربي اسمه لا مش خاصة عامة هي بس بقول لك لأنه أنا عندي كذا شغل خصصت بيجينا على فضل. صفحة المشروع هتابع على الصفحتين. آية مغاري من مخيم البريج، عمري 22 سنة، فنانة تشكيلية. بشتغل بالفن التشكيلي من 8 سنوات تقريبا. خضت كتير تجارب في الفن التشكيلي، بديتها في الجداريات، في اللوحات، الكانفاس. اشتغلت مع معارض زي محترف شبابيك وجاليري الارتقاء، واخدت دورات واشياء بتخص الفن التشكيلي والفن المعاصر. بعدين اشتغلت في مشروع بخص اللوحات التذكارية اللي هي لوحات كانفاس بحجم صغير، كنت أول حدا بيعملها في غزة. واشتغلت في معرض في الكابيتال مول، كان مشروع صغير اشتغلت فيه 1000 لوحة وبعتهم على مستوى غزة. بعدين طورت شغلي لشغل التطريز اللي هي الطرات. اشتغلت كذا إشي بشغل التطريز مع جمعية مجموعة غزة، وبعدين اشتغلت جداريات مع مؤسسة عايشة، مؤسسة مع نوبيلار، كتير مؤسسات من المجتمع المدني. بعدين لقيت إنه شغلي كله إشي تقليدي واعتيادي، فحبيت إنه أنا أبتكر وأشتغل إشي جديد، فصرت أطلع وأبحث على الإنترنت، فلقيت اللي هو فن النسيج وهو فن الصوف، فحاولت إني أنا أشتغل إشي جديد فيه. تدربت على الإنترنت إنه الشغل اللي بشتغله مش موجود في غزة. شوي شوي صرت أدرب نفسي وأمرن نفسي، بعدين طبقت الإشي على الواقع، بديت في بساطة وأشكال هندسية بسيطة. بعدين للمخدات للرسومات، وبعدين لقيت إنه في شغل من شغل الصوف اللي هو شغل الشخصيات، فشوية شوية بلشت أعمل شخصيات اللي هي بالأبيض والأسود الجرافيك، لأنه شغل الصوف كتير دقيق وصعب شوية إنه الواحد يطبقه في شخصية. فصرت أتدرج ما بين صوف ما بين أشكال عادية، أو الوجه بيكونش كتير واضح ملامحه بالأبيض وأسود. بعدين بلشت هلأ في شغل شخصيات بالتدرج الرمادي، بحيث إنه تبين ملامح وتفاصيل الشخصية. بس كده طبعا. من أكتر الصعوبات اللي واجهتني في هذا المشروع إنه المشروع أو الشغل اللي أنا بشتغله مش موجود في غزة، فكان أكتر إشي صعب علي إن أنا ألاقي الأداة اللي أشتغل فيها، وكان عندي تحدي إن أنا أشتري الأدوات وأشتري الأشياء وهي غالية الثمن مش بسيطة، وإنه أشتغلها بالبيت. فتحديت نفسي وتدربت وشريت الأشياء، دورت في كتير محلات في غزة لبين ما وصلت للأداة اللي بدي إياها واشتغلت فيها. بدت في الإشي طبعا بسيط. أما الشغل المخدات واللبسات شوية بسيط، بقدر ممكن إنه حدا يتدرب ويعمله، أما شغل الشخصيات بده دقة وتفاصيل، فأنا من الناس اللي بحب أتميز وأشتغل في إشي ابتكاري وجديد. فاشتغلت في قصة شخصيات، فإنه قصة الشخصيات بتقعد معي وقت أطول لأنه فيها تفاصيل، فممكن تقعد معي قصة الشخصية من 5 ل6 ساعات إن أنا أشتغل متواصل، إن أنا أطلع شخصية بفن الصوف. هو يعني زي رسم على القماش يعني بشكل عام. كله بجيب شغل إيش وأنا كأشياء هذا مصلي صوت شباب صوت